عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله النهارده نعمل لحمة بالبصل مع رز بالشعرية إن شاء الله. دي عندي نص كيلو لحمة شرايح وأنا مقطعها سلايزات كده حتت صغيرة اهي زي ما انتم شايفين كده، طبعا مغسولة ومنضفة ونقعاها في ليمون وخل اهو، الليمون اهو والخل عشان تنزل كل المية اللي فيها. بس ده نص كيلو، وهتحطي قدهم نص كيلو بصل احمر بصل ابيض ايا كان اللي عندك، ومقطعاه شرايح زي دوت كده. وعندي توم، التوم ده انا فرزاه وشايله، كنت بطلع اخد منه كده معلقه واشيله على طول، هاخد منه برده معلقه صغيره. وعندي فلفل الوان ده اهو برده لسه مطلعاه من الفريزر هيفك، بس ده مش هحتاجه دلوقتي يعني، هحتاجه في الاخر خالص. بس دي المكونات الاساسيه اللي معايا. هتحطي اي حاجه تاني حطي براحتك، بس دي كده الوصفه بمقاديرها بمكوناتها كلها، ما تحطيش ولا اسد ولا انقنص، تطلع معاكي زي الفل. انا ما حدش كلها من ايدي وما قالش ان هو عايز ياكلها تاني صراحه يعني. كان كل الطلب كل ما اعملها لا عايزين منها العيال واي حد بيجي طبعا بيدوقها بيقولوا ما شاء الله عليها طعمها جميل. والبهارات بقى ملح وفلفل. بس خلينا ماشيين خطوه خطوه وتعالوا نشوف هنعمله ايه. بصوا انا حطيت طاسه فيها سمنه وفيها زيت، وخلي بالكم بصوا الطرطشه دي كلها بتاعت البوتاجاز من الزيت والسمنه لما قلحت. بس هنزل عليهم بقى من نص كيلو لحمه، ومش هقلبها لغايه ما تتشمع خالص كلها وتلزق فيها. بس خلي بالك عشان الصوت هيبقى دلوقتي من صوت الطرطشه، سامعين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنزلها بس كده كلها تتحط في السمنه، هتلاقيها هديت كده شويه، بتاخد بس صدمه اهي كده. بس مش هقلبها عشان ما تنزلش ميه، عشان انا مش عايزه ميه خالص. بس هرش عليها رشه فلفل اسود بس فقط لا غير، وبعد كده هنشوف هنحط ايه مع بعض. اهي كده طلعت معايا، هنحط عليها زي ما قلت لكم معلقه فلفل اسود عشان نشيل اي حاجه، ولا احط اي حاجه من الزفاره ولا كلها داخله لو يستوي داخله، والثوم التسبيحه بتاعتها الحلوه الحلوه دي نحط عليها معلقه الثوم نشوحها مع بعض. خليكي حاطين الكميه دي كويس، هتبقى قد ايه ما نخلصها كده. معلقه الثوم اهي لسه مشوحه عشان لسه مركز فيها دلوقتي. هنزل بالبصل واسيبه بقى يدبل وننزلها لكم. هحط لها بس في كوبايه ميه صغيره مش كتير قوي. طبعا كميه البصل عندي اهي زي ما قلت ده نص كيلو، ومقطعه على نص كيلو برضه. البصل لازم يتقشر عشان هيكرمل معاكي وهيبقى لطيف دلوقتي لسه هيديله اللي هو طعم اللي هو المعسل بقى، طعم الكرمله بتاعته. ومش كل الكمية دي هنلاقيها كمان شوية عشان كله هيكبر. كده تحطوا كده مع بعض اهو. بصوا الناحية التانية بعمل رز الشعرية جنبها. حطيت معلقتين زيت، حطيت عليهم كوباية شعرية شغالة من الناحية اللحمة بالبصل، والناحية التانية شعرية. موقفش على حاجة واقول لا او بستنى اللحمة لما تخلص وبعد كده اعمل الرز. طب اعمل الرز الاول بعد كده اعمل اللحمة، لا او شغالة هنا وشغالة هنا، وربنا يقوينا بقى ويدينا الصحة. عايزاكم تدوسوا اللايك والاشتراك في القناة
عشان يجيبوا الواحد ربنا يقويهم يعملوا بقى ايه فيديوهات جميله مع بعض. واللي عايز اي استفسار عن حاجه يكتبها لي برده، برد على اي حد. احنا اخوات مع بعض، واللي عندها اي حاجه تقول لي عايزه تفسير. اهو الناحيه الثانيه البصل بيدبل اهو، ما تحطيش ملح خالص واللحمه لسه على النار، لسه ما تستوي. لما تستوي خالص وتدوقيها لما تحطي لي ممكن تحطي الملح كده، تحطي بهاراتك كلها ماشي انت بتسوي، لكن الملح لا، عشان ما تاخديش وقت لغايه السوا. الميه اللي هحطها هكون حطها ميه سخنه، مش ميه ساقعه، برضه بيسهل معاكي. دي كلها تريكات بتخليكي تنجزي وانت واقفه في الاكل في المطبخ عامه. كده هحط عليها كوبايه ميه سخنه، وكده كده برضه هغلي ميه سخنه للرز اهو. هغلي كده ميه تتاخد بقى في البراد في اي حاجه زي ما انت عايزه، زي اللي موجود عندك اهو. كده بسم الله ما شاء الله شكلها عايزه تتاكل كده هي بالمعلقه، الواحد ينقنق فيها بس هحط البهارات بتاعتها اللي هي بقى كمون وعايزه تحطي كركم بتديها طعم جميل، عندك كيري برضه عايزه تحطي اي بهارات عندك حطي، بهارات لحمه عايزه تحطي ورق لورا حطي، عايزه تحطي حبايه حطي، زي ما انت عايزه. انا هحط كل دوت وايه وارجع لكم تاني. بصوا اهو كده حطيت البهارات بتاعتي اهو كده. عايزه تحطي مرقه برضه حطي زي ما انت عايزه، 7 بهارات حطي اهو كده. كده احنا حطينا ايه الملح سوري ما حطيتش ملح، حطيت زيت وسمنه، نزلت عليهم باللحمه تشوحوا شويه ونزلوا كل الميه اللي فيهم، وحطيت عليهم بعد ما خلاص كلها اتشوحت اللحمه مع بعض ونزلت عليهم بالبصل. بصوا البصل اللي كنا حاطينه مع بعض كان قد ايه، بصوا قد ايه مبقاش باين، ده اللي انا بقول لكم عليه. بعد كده نزلت عليهم بالبصل، حاطه نص كيلو لحمه عليه نص كيلو بصل متقطع كده، ومعلقه توم صغيره طبعا مش كبيره. حطيت عليهم البهارات بتاعتي زي ما قلت لكم، وهنزل عليها طبعا ميه دافيه اهي. بصوا الميه دي نص الكوبايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بس هوطي عليهم بقى النار كلهم كده يتشوحوا عشان يكبروا مع بعض. بصوا الصوص اصلا لسه ما غلاش ولسه ما عملش حاجه. بصوا الصوص ما شاء الله. بس هستناها بقى لغايه ما تشرب الميه بتاعتها، هغطيها وارجع لكم تاني. وهنا برضو الرز حطيت العقل بتاعه بتاع الميه خلاص هيغلي، مش هرفع الغطا هيغلي واوريهولكم في الاخر. بصوا اهو كده خلاص اللحمه اتشربت وكله زي الفل. بصوا شويه البصل بقى ما تلاقيش بصل، تلاقي بواقي من البصل بس عشان داف. وطبعا الصوص عمل كراميل منه. بس حطيت كده، حطيت دقتها طبعا استوت زي الفل اللحمه. حطيت الملح وحبه قرنين فلفل كده الوان بيدوها طعم حلو قوي، وطماطميه تقشريها من القشر بتاعها وتحطيها، طعمها بيبقى جميل. جربوها بس بالطريقه دي والله مش هتندموا، هتعملوها على طول، واللي هياكلها من ايدكم هيقول لكم احنا عايزين ناكلها تاني. بس اهي كده. عايزه تزودي الصوص حطي نقطه ميه صغيره يا دوبك يغلي وتدفي عليها على طول. كده بالنسبه لي حلو قوي اهو كده، ولسه كمان هتتقل اكتر. خلاص كده استوت وزي الفل. هغرف وبقول بصوا خلاص كده اللحمه استوت. بصوا بقى مش عايزه اقول لكم بتتكلم عن نفسها طبعا. بصوا والصوص كمان فيها جميل قوي وريحتها احلى واحلى. الصوص طبعا دايب فيها وزي الفل. بس اهي طبعا الرز عملنا رز بشعريه اهو المصنع بتاعه
حمرت المكرونه، احنا بنحبوها كده متحمره شويه. بس طبق البتنجان اللي عملناه مع بعض عايزه اقول لكم ده خلاص بيخلص. بس كده، متنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب، واللي عنده اي اسئله يكتبها لي. سلام عليكم.